قضيتنا النهاردة بدأت في الزاوية الحمراء وانتهت في المرج، المرأة التي غلبت الشيطان. قضيتنا النهارده هم الثلاث شياطين، هالة وأحمد وإيمان. القصة بتبتدي من عند هالة في الزاوية الحمراء لما أحمد الشاب الصغير حبها بجنون، لكن هي كانت كبيرة عنه ب20 سنة. أهله رفضوها وقالوا له إزاي تاخد واحدة أكبر منك، لكن هو وقف قدام الناس كلها واتجوزها. وبعد الجواز ب4 سنين اتعرف أحمد على إيمان، بنت مناسبة لسنه، وكان عايز يكون ليه ولد، واتجوزها وخلف منها ولد وبنت. لكن هالة اكتشفت الموضوع، فضلت تفكر لو اتخانقت معاه هيسيبني، لو قلت له طلقها مش هيطلقها. فكرت في حيلة شيطانية، ايه هي؟ ان هي تروح تعيش معاه في المرج في شقة مراته، وقالت له انا هاجي اعيش معاكم ونبقى كلنا أسرة مع بعضنا، بشرط اني انا هجيب لك شقة تمليك وهجيب لك كمان ميكروباص، وهقدر اعيش معاكم ونعيش كلنا في سعادة وهنا. لكن احمد ما كانش يعرف النوايا الخبيثة لهالة، وبالفعل وافق ان هالة تروح تعيش معاهم وعاشوا كلهم مع بعضهم. لكن بعد فترة هالة بدأت تفكر ازاي تتخلص من مرات جوزها، وبدأت تقترح عليه اقتراح. قالت له لو انت قدرت تقتل ولادك انا هديك على كل عيل 10,000 جنيه. قال لها طب انا اقتلهم ليه؟ طب ما انا هخلي مراتي هي اللي تقتلهم. قالت له تقدر تقنعها بده؟ قال لها اه. وفعلا اقنعها وقال لها يا ايمان احنا دلوقتي عايزين فلوس، واحنا اللي جاب العيل الاولاني يجيب الثاني والثالث والرابع. ايمان على الفور وافقته وقالت له الفلوس عندي اهم من ضنايا. وفعلا بداوا يجيبوا طبق وفيه ميه مغليه وحطوا فيه بطاس، وبداوا ان هم يغرقوا البنت والولد، وبداوا ان هم يموتوهم. لكن احمد فكر في فكرة تانية، خاف ان ايمان ممكن تبلغ عنه، فقام وصورها وهي بتقتل العيال. احتفظ بالفيديو ده كسند ليه لحمايته وحماية هالة مراته الاولى. لكن هالة ما اكتفتش بده، قالت له كل عيل هتجيبه وتقتله انا هديك عليه 10,000 جنيه، وهجيب لك عليه كمان ميكروباص، وهخليك غني جدا ومش محتاج لحد. الفكرة بصراحة احلوت في دماغه، وبدأ يتفق مع إيمان إن هم كل 9 شهور يجيبوا بيبي، وكان ساعة الولادة ما بيروحوش لمستشفى ولا يولدوا في مستشفى ولا يجيبوا حتى داية تولدهم ولا دكتور. وبدأت إيمان هي اللي بتولد نفسها، وأول ما بيجي ميعاد الولادة تاخد البيبي ونفس الطريقة تجيب طبق وتحط فيه بطاس وتحط فيه مولودها. مرة في مرة كترت الحالات لحد ما إيمان جالها حالة إعياء من كتر الخلفة، من كتر الولادة، من كتر الحمل، ما قدرتش إنها تحمل تاني. هالة طبعا ما خلصهاش الكلام ده، قالت له بقول لك إيه، إحنا خلاص ما بقيناش محتاجين لها، أنت المفروض تطلقها وتسيبها. لكن هو قال لها طب أرميها، هي ملهاش حد غيري. قالت له هو ده اللي عندي. المهم بدأوا يعذبوها لدرجة إن هي قالت له لو قدرت تقتل إيمان أنا هديك فلوس أكتر من اللي كنت بديها لك الأول. فكر في فكرة شيطانية وبدأ مع إيمان وصل التعذيب، عذبها، حلق لها شعرها، بدأ يحرقها، بدأ يحرق جسمها بالسجاير، لغاية ما إيمان بدأت تتعب جدا، وقررت في أول فرصة ليها إنها تهرب. وفعلا هربت، جريت على أقرب اسم شرطة وقالت لهم الحكاية كلها. لما راحوا وقبضوا عليهم هالة وقفت وقالت وانا مالي، هي اللي قتلت ولادها هي وجوزها، انا ماليش دعوه، انا عرضت الفلوس مش اكتر. لكن احمد قال لا، هي ذلتنا، هي فضلت تضغط علينا بالفلوس. اتحقق معاهم واتحاكموا، لكن ساعة صدور الحكم بالاعدام للاسف احمد جات له سكتة قلبية ومات داخل القفص. فعلا هالة قدرت تنفذ خطتها وقدرت ان هي تسيطر على الشيطان وغلبته كمان.